معسلة قوي يا بطاطا. ايه ده؟ وصفتنا النهاردة سهلة وخطيرة جدا وجميلة قوي، هتبهري بيها ضيوفك، وحتى كل اللي هيبقى عندك مش هيعرف انت عاملة ايه. تعالي نشوف بقى احنا هنعمل ايه ووصفتنا النهاردة عاملة ازاي. البطاطا انا مش هاجي اقولك مثلا اعملي البطاطا بالبشاميل ولا اعمليها بالمهلبية. لا، تعالي بقى انا هقولك على وصفة جديدة جدا وحلوة قوي للبطاطا. انا هجيب البطاطا، اذا كنت عايزة اجيب 2 كيلو ولا اجيب كيلو براحتي خالص. السمك ده بتاعي انا، مش بتاع حد تاني. تمام. انا هجيب البطاطا كده وهقشرها تقشير عادي جدا، وبعد كده هبتدي ان انا اقطعها حلقان او اي تقطيعة عشوائية. وبعد كده هحطها في بولة، وهبتدي ان انا اغسلها غسلة نظيفة جدا. وبعد ما اغسلها هجيبها احطها في الحلة بتاعتي. احط عليها كوباية من المية، وهحط عليها كمان 3 معالق من السكر، وهحطها على النار لحد ما تستوي خالص، تستوي تماما. بعد ما تستوي هقولك بقى تعالي نعمل ايه. انا عندي بقى القوالب اللي هي اي قالب عندي. اي قالب عندي، القالب اللي انت شايفاه ده، او ممكن القوالب بتاعت الكيك العادي اللي هو الكيك اللي هو اللي بيتقطع ترانشات ده. هجيب الكريم كراميل، هجيب الكراميل بتاعه هحطه في ارضية الصينية بتاعتي، او لو ما عنديش خالص ممكن استخدم اي صينية، او ممكن تجيبي اي صينية انت ايه عندك. بعد كده انا هجيب الخلاط، هنزل فيه بالبطاطا بتاعتي بعد ما استوت تماما، انزل بيه كده. وبعد كده هحتاج لتر من الحليب، لتر كامل الدسم. بعد كده هحط كل ده في الخلاط يعني، ولا هتتعبي ولا اي حاجة. لو عندك هاند بلندر براحتك خالص. وهنزل عليه ب2 باكت من الكريم كراميل. بعد كده هحطها في الصينية او في القالب اللي انا كنت شغالة فيه، في اي صينية او في الحلة اللي انا كنت شغالة فيها. وبعد كده هسيبها على النار، هديها غلوتين كده على النار، وهوريك القوام بتاعها لازم يبقى عامل ازاي. هو ده القوام بتاعها، انا محتاجاه كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. عايزه القوام بتاعها مظبوط ومتناسق. بعد كده هنزل بيه بالصينيه بتاعتي. بعد كده هحطها في التلاجة لتاني يوم، يعني مش هينفع ان انا اخليها لحد ايه، لحد في نفس اليوم مثلا اطلعها. لا، هسيبها في التلاجة لتاني يوم، لازم تستنى ليلة كاملة. وبعد ما احطها في التلاجة وتاخد راحتها خالص في التلاجة، هلاقي الكراميل ابتدى يطلع كده على الوش. كده خلاص اعرف ان هي فكت من الجناب وابتدى وايه وشكلها باين. اروح مطلعاها وقلباها على الصينية بتاعة التقديم. وهو ده الشكل النهائي بتاعها. بصوا شكلها جميل جدا، عاملة فعلا زي التورتاية اللي انت بتشتريها من بره. حاجة كده بصراحة عظمة، جميلة قوي. والله طعمها خطير فعلا، كأنك بتاكلي كريم كراميل. بصوا شكلها عامل ازاي، وفي التقديم شكلها تحفة. ولو اديتيها لأي طفل مش هيعرف ان هي اصلا بالبطاطا، بس طعمها طعم البطاطا، هو كريم كراميل بس بطعم البطاطا. حلوة جدا ومفيدة وصحية ومغذية كمان للأطفال. وبألف هنا وشفا. لو أول مرة تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. معاكي أم يوسف من قناة أكلة وتكة. باي باي.